حقائق لم تكن تعرفها عن بارون ترامب. بمجرد الإعلان عن فوز دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ركزت وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم على زوجته سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب وابنتيه تيفاني وإيفانكا، واختفى تماما عن المشهد بارون ترامب ابنه الأصغر والوحيد من ميلانيا. واليوم نقدم لكم 6 معلومات عن بارون البعيد عن الأضواء. أولا، هو الطفل الوحيد المولود من ميلانيا ودونالد ترامب، وهو أصغر أشقائه. ثانيا، يعد بارون أصغر صبي يسكن البيت الأبيض خلال 54 سنة الماضية التي تفصله عن نجل جون كينيدي الرئيس الأمريكي الأسبق، والذي تولى مقاليد الحكم بين عامي 1960 و 1963 قبل أن يتم اغتياله. ثالثا، يعتمد على الظهور بملابس كلاسيكية مثل والده، وهو الأمر الذي يعتبره الكثيرون أمرا غريبا بالنسبة لطفل في نفس عمره. رابعا، يتحدث بارون ترامب 5 لغات بطلاقة شديدة، وذلك بفضل والدته عارضة الأزياء السابقة. خامسا، كان اسمه اختيارا مشتركا بين دونالد وميلانيا، وقال أحد أصدقاء ترامب لمجلة تايم الأمريكية إنه يحب الاسم جدا. سادسا، ما زال بارون يدرس بإحدى المدارس في منهاتن، والتي تكلف مصاريفها 45,000 يورو سنويا. بعد المشاهدة، ما هي الحقيقة التي لم تكن تعرفها؟ شاركنا برأيك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.